السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مشاهدين واجمل متابعين؟ وحشتوني جدا جدا جدا. قصتنا النهاردة قصة مأساوية جدا، قصة بجد حزينة جدا جدا، قصة حصلت بالفعل والكل بيتكلم عليها. قصتنا النهاردة ايه يا جيجي؟ القصة اللي معانا النهاردة قصة الخيانة ما بين الصاحب وصاحبه. قصتنا النهاردة حصلت بالفعل. واحد اسمه محمد وصاحبه اسمه ياسين. ياسين استلف من محمد صاحبه مبلغ مش كبير، استلف منه 50 جنيه. قال له ياسين، قال لمحمد هات 50 جنيه وبعد اسبوع ان شاء الله هرد لك ال50 جنيه. محمد ادى لياسين صاحبه، اداله ال50 جنيه لوعدة اسبوع. بعد ما اداله الفلوس لمدة اسبوع راح قال لياسين هات ال50 جنيه اللي انا اديتها لك. قال له معيشي، طب اصبر عليا يومين اتنين. محمد صبر على ياسين كمان يومين اتنين وراح له قال له فين ال50 جنيه؟ قال له والله انا معيش فلوس، لو كان معايا فلوس كنت اديلك ال50 جنيه، اصبر عليا كمان اسبوع واديك ال50 جنيه. طبعا محمد ما عجبوش الوضع، ازاي وانا مش انت قلتلي بعد اسبوع وجيت لك بعد اسبوع، قلتلي كمان يومين اجيلك بعد يومين تقولي كمان اسبوع. طبعا محمد ما عجبوش الوضع. بس انا عايزه اقول لك حاجه استاذ محمد، ياسين لو كان معاه ال50 جنيه المبلغ البسيط ده كان زمانه اللي هو يديك ال50 جنيه لانه مبلغ بسيط جدا، لكن ده يدل اللي هو ما كانش معاه ال50 جنيه. المهم الأستاذ محمد راح قعد مع أصحابه وسهر مع أصحابه وقال له ياسين خد من ال50 جنيه ومغلبني ومش عايز يديني ال50 جنيه. انتوا عارفين بقى الصحاب وما أدراك من الصح. قال له اصحابه قالوا له ازاي ما ادلكش ال50 جنيه؟ لا روح اتخانق معاه وخدها منه بالعافية، انت هتلاقي اللي معاه ال50 جنيه ومش عايز يديها لك. ازاي ومش ازاي؟ امال انت راجل ازاي؟ وانتوا عارفين بقى كل واحد بكلمة من الصحاب. يعني باختصار الشديد سخنوا اللي اسمه محمد. اللي اسمه محمد طبعا يعني بعد ما اصحابه اللي هو سخنوه. ومن هنا عايزة اقول برضك لكل اولياء الامور سواء ام ولا اب، شوفوا اولادكم بيصاحبوا مين. يعني ما تقوليش اللي ابني كبر وبقى شاب ويعرف مصلحته، لأ، راقبي شوفي ابنك بيمشي مع مين، بيجي مع مين، بيروح عند مين من صحابه، يا ترى هم مين، ولاد مين، ويا ترى هم كويسين ولا ايه. مش تقولي لأ ابني كبر وعرف مصلحته. لأ، انا معايا مثلا بنتي هي يعني داخله اولى اعدادي، برضك بشوف صحابها مين وولاد مين، يعني بص يعني حتى كمان بشوف باباهم مين وامهم مين. يعني مش الصحبة، لا، ده انا بشوف كمان اهاليهم. فديت نصيحة لكل ام وكل اب، تشوفوا برضك عيالكم بيقعدوا مع مين وبيسهروا مع مين، وبلاش السهر بالليل دوت. ويعني ما تقوليش مثلا ابني مش زي البنت، لا يسهر عادي، لا احنا بقينا في زمن ما يعلم بيه الا ربنا. بقينا في زمن يعني ربنا لوحده اللي يعلم بالزمن اللي احنا عايشينه ده. زمن الخيانة، زمن القتل، زمن كل حاجة تصوروها في الزمن اللي احنا عايشينه ده. يعني مثلا يقولك ايه اللي شاب يسهر عادي لكن البنت ما تسهرش، لا يا حبيبتي، شوفي ابنك مفيش سهر. انا عن نفسي بقول ابني لما يكبر باذن الله مش هيبقى فيه سهر خالص. تمام. المهم عشان ما كترش عليكم، الاستاذ محمد طبعا صحابه سخنوه وقالوا له ازاي وروح اتخانق معاه وخد منه ال50 جنيه بالعافية. ومن الكلام ده الاستاذ محمد روح البيت، عمل ايه بقى؟ يفكر يفكر يفكر
والشيطان طبعا عمال يفكر معاه ويقوله ازاي وكان ومان، ويفتكر كمان كلام صحابه: انت مش راجل، انت مش عارف تاخد منه ال50 جنيه، ضحك عليك. من الكلام ده الأستاذ محمد دخل المطبخ وراح جاب السكينة بتاعت مامته اللي بتطبخ بيها، وراح حطها في جيبه، واستنى صاحبه ياسين وهو معدي في الشارع، وراح مسكه من رقبته وراح فصل رقبته عن جسده. يعني موته بدم بارد في عز النهار، والناس راحة جاية عادي، وياسين ماشي مش واخد باله. التاني مسكه من ورا ظهره كتفه وراح في ثانية دبحه. فطبعا يعني زي ما انا قلت لكم احنا بقينا في عصر القتل. اي حاجة تحصل في الزمن ده مفيش الا القتل. الزوج يتخانق مع زوجته يقتلها، الاخ يتخانق مع اخته يقتلها، الاب يتخانق مع ابنه، الابن يقتل ابوه، زي ما احنا ما بنشوف وبنسمع كل يوم قصص وحكايات وروايات. بقينا دلوقتي في عصر القتل. الأستاذ محمد في عز النهار والناس راحة وجاية مسك السكينة من ورا ظهره وراح كتفه، وفي ثانية الناس حتى بيقولك احنا ما لحقناش اللي احنا نحوشه. اللي حصل ده كان في ثانية، وراح ذبح الراجل اللي هو اسمه ياسين. والمفاجأة والكبيرة والكارثة الكبيرة ان الواد ده اللي اسمه محمد ما فكرش في اهله، وما فكرش في اخواته، ما فكرش في اي حاجة خالص. هو افتكر اللي هو عمله دوت اللي هي ديت الرجولة، وانا باخد حقي. بياخد حقه بايه؟ بياخد حقه بدراعه. ايوه، في الزمن ده فعلا الواحد بقى بياخد حقه بدراعه. ما فكرش في اهله ولا في اخواته. والنسيبة السودا كمان ان الشاب ده، ان البلد كلهم كانوا بيقولوا كان فاضل له يومين 2 بس على جوازه. يعني كان خاطب، وكان كاتب الكتاب، وكانوا مودين العزال، وكانوا عاملين كل حاجة. ما كانش فاضل بس الا يومين 2 بس على فرحه. يعني كان صابح الحنة، وبعديه كان هيحصل الدخلة وكان هيدخل. يعني اللي موت القاتل ده كان عريس، وكان فاضل على فرحه يومين 2. ما فكرش طبعا في اهله اولا، ما فكرش في عروسته، ما فكرش في اي حاجة خالص. مفكر اللي ديت رجولة منه. طبعا مصيره ايه في الاخر؟ مصيره اللي هو الاعدام. يبقى هو ما كسبش حاجة. وكمان يعني انا عايزة اعرف حاجة، يعني هو قتل الراجل دوت ليه؟ قتله عشان 50 جنيه؟ علشان 50 جنيه يعني يقتل روح علشان مقابل 50 جنيه؟ ما اكيد لو كان صاحبه ياسين ده اللي هو اللي مات ده، لو كان معاه 50 جنيه ما كانش يطلب منك يستلف منك ال50 جنيه. ولو كان معاه فلوس كان زمانه ادالك ال50 جنيه. لكن طبعا تفكيره كله ما كانش كده. هو تفكيره كله اللي هو مفكر اللي هو كده ضحك عليه وازاي وانا مش راجل. لا، يلا اموت روح علشان 50 جنيه. يعني مفكرش في اهله، ولا فكر في عروسته، ولا فكر في اي حاجة، ولا نفسه حتى. يعني هو حتى ما فكرش في نفسه. اخرته ايه دلوقتي؟ اخرته السجن والاعدام. يعني اخرته ايه؟ اخرته الاعدام. يعني حتى خسر نفسه. لا اله الا الله. نقول ايه بس؟ لله الامر من قبل ومن بعد. مع الف سلامة احنا مشاهدين، وتابعوني الفيديو الجاي. وما تنسيشي لو انتي اول مرة تشتركي في القناة فضلا وليس امرا، اضغطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع الف سلامة يا احلى مشاهدين واجمل متابعين، في رعاية الله.